أبطال أولى إعدادي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده معانا مراجعة شهر مارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى إعدادي في كل مكان، أهلا بك يا صديقي. إن شاء الله النهارده هنراجع لك مراجعة منهج شهر مارس بالكامل بإذن الله. المراجعة بتاعتنا هتكون على هيئة نفس أسئلة امتحان بالترتيب إن شاء الله، اللي هو اختر ومقالي بإذن الله. فيلا بينا مع بعض نشوف أول سؤال. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول سؤال بيقول لك أهو، بدأنا باختر إن شاء الله علشان خاطر نلم لك اختبار شهر مارس باذن الله. اول سؤال ده بيكلمك عن القوى والاسس. لو انت فاكر كنا هنشوف الرقم ده اتكرر كم مره. عندك هنا الثلاثه، ادي مره 2 3 4، يبقى كده الثلاثه اس 4 في. بص على الايه كده اتكررت كم مره. كده الايه اتكررت ادي مره 2 3، يبقى ايه اس 3. دور بقى على الاختيار ده عندك، هتلاقي الاختيار رقم ج. يلا بينا على السؤال اللي بعده، ويلا بينا ما تنساش بقى تبقى انت قاعد كده ورايا مساله مساله وشغال ايه واحده واحده كده. يقول لك ثلاثه امثال العدد ده، ثلاث امثال او ضعف، ده معناه ايه؟ ثلاث امثال يعني اضرب الرقم في ثلاثه، ضعف يعني اضرب الرقم في اثنين، اربعه امثال اضرب الرقم في اربعه. فانا بيقول لك انا عايز ثلاث امثال العدد ده، اقول له ماشي، العدد ده اهو 3 اس 5 مضروب في 3. طب دي اس واحد، في حاله الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الاسس، تبقى الاجابه 3 اس 6. ماشي، يلا بينا على السؤال اللي بعده. بيقول لك ال 125 دي عباره عن ايه؟ اول حاجه السؤال ده ليه كذا طريقه. الطريقه الاولى ان انا اروح احلل العدد ده الى عوامله الاوليه، يا اما في حل تاني ان انت تقعد تجرب انهي اختيار هيديك الرقم ده. طيب بالخطوات. ال 125 تبقى على الخمسه، فيها ال 25 على الخمسه، فيها الخمسه على الخمسه، فيها الواحد. كده الخمسه اتكررت كم مره؟ 3 مرات، يبقى هي عباره عن 5 اس 3. يا اما في حل البديل اللي هو بالاله، انك تقعد تجرب الاختيارات. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 5 ايه اس 0. السؤال ده مهم جدا علشان في بعض الطلبه بتتلخبط فيه. هنا خلي بالك الزيرو على الايه بس، خلاص يبقى ده كده ملوش دعوه. طيب اي حاجه اس صفر بواحد، انت عارف كده. طيب فكده اصبحت ايه اس صفر بس هي اللي بواحد. 5 في 1 بخمسه ناقص. طيب هنا بقى القوس كله عليه اس زيرو، يبقى القوس كله ده كده قيمته بواحد. 5 شيل منه واحد يبقى الاجابه 4. دي من الاسئله طبعا اللي بتوقع الطلبه كتير. طيب السؤال اللي بعده يقول لك أي مما يأتي يساوي 2 أس إيه زائد 2 أس إيه. طبعا لما في حالة الجمع بتزود على الأس واحد، في الحالة دي هتبقى المسألة كده 2 أس إيه زائد واحد. طبعا عشان ده متغير فعشان كده ما قدرتش إن أنا أخرج له إجابة. عارف لو دي مثلا كانت كده 2 أس 3 زائد 2 أس 3، كانت هتبقى الإجابة 2 أس 4. يبقى في حالة الجمع زود على الأس واحد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نصف العدد. نصف العدد ده يعني مضروب في نص، تلت العدد مضروب في تلت، خمس العدد مضروب في خمس. يبقى نصف العدد ده يبقى 2 أس 14 مضروب في نص. طبعا 2 أس 14 دي لما تتضرب في البسط اللي هو واحد هتنزل زي ما هي 2 أس 14، وتحت في عندك 2 أس 1. ما أنت عارف إنك في حالة القسمة بتعمل إيه؟ بتطرح الأسس، فتبقى الإجابة 2 أس 13. يبقى الإجابة هي معانا 2 أس 13. طب يلا بينا السؤال اللي بعده بيقول لك أي مما يلي يساوي 2 أس سالب 4. طيب 2 أس سالب 4 دي أنا قلت لك قبل كده لما يكون الأس سالب بنشقلب الكسر وتغير إشارة الأس. لما تشقلب الاتنين تبقى نص، لما تغير إشارة الأس تبقى أس 4. نص أس 4 اللي هي 1 على كام؟ على 16 بالآلة. طيب السؤال اللي بعده يقول لك أي مما يأتي هو المعكوس الضربي ده. عشان تجيب معكوس ضرب الحاجة أو معكوس جمعي لازم تجيب القيمة بتاعته الأول. يبقى أنا عشان أجيب قيمة ده قيمته إيه؟ إحنا قلنا هتبقى خمس أس 2، قيمته هتبقى 1 على 25. كده أنت جبت القيمة بس ما جبتش الإجابة. هو عايز المعكوس الضربي، قلنا قبل كده معكوس ضربي يعني بتشقلب الكسر، لما ده يتشقلب تبقى 25. طيب السؤال اللي بعده يقول لك أي مما يأتي يساوي 2 إكس أس سالب 1. ركز بقى هنا بالله عليك، الاتنين دي ملهاش دعوة بالموضوع، هي زي ما هي. الإكس دي الأس بتاعها سالب، يبقى هغير مكانها. هي هنا مكانها في البسط فتنزل في المقام، والأس هيبقى واحد، أس موجب واحد، وأس واحد كده كده ملوش قيمة ما بيتكتبش. فكده أصبحت المسألة بالشكل ده 2 على إكس اللي هو الإجابة د. طيب السؤال اللي بعده برضه ده سؤال حلو. انت عارف ان انت في حالة الضرب بتجمع الاسس، فبالعقل كده انت عارف ان هنا الاساس 2 عادي زي ما هو. الاربعة دي يا معلم تجمع عليها كام عشان يديك 20؟ الاربعة اجمع عليها 16،
يبقى كده الإجابة هتبقى 2 أس 16. السؤال اللي بعده، أيا مما يأتي يعبر عن المقدار ده. تعالى ببساطة كده واحدة واحدة. إحنا أول حاجة الأساس بينزل زي ما هو واي. في حالة القسمة بتعمل إيه؟ بتطرح الأسس. يلا نطرح الأسس. سالب 2 ناقص سالب 6 هيدينا 4. يبقى الإجابة واي أس 4. يبقى أنا عملت إيه؟ طرحت الأس اللي فوق من الأس اللي تحت. ماشي. السؤال اللي بعده برضو ده من الأسئلة المهمة جدا اللي بتوقع طلبة كتير. بيقول لك إكس بتساوي واي. يعني أنت حضرتك دلوقتي رايح تطرح قيمتين نفس الإجابة. قيمتين نفس الإجابة. يعني مثلا لو حطيت هنا واحد حط هنا واحد، لو هنا اتنين هنا اتنين، هنا تلاتة هنا تلاتة. هو بيقول لي إن الإكس بتساوي واي. فلما تطرح حاجتين متساويين يطلع صفر. فكده المسألة اتحولت بالشكل ده 2 أس صفر. و2 أس صفر قيمتها كام؟ قيمتها واحد. ركز في الأسئلة عشان اختر بيبقى أصعب من المقالي شوية. بيقول لك ما القيمة العددية للمقدار ده؟ عادي أنت كل اللي هتعمله هتروح تعوض. أعوض يعني هشيل الحرف اللي هو المتغير وأحط مكانه قيمته. الإيه قيمتها 2 يبقى 2 أس 2 في البي قيمتها 3 يبقى 3 أس سالب 2. عندك بقى حل من الاثنين، يا إما تستخدم مخك في إيجاد الإجابة يا إما تستخدم الآلة، ويفضل تستخدم الآلة عشان ما تعطلش. فتطلع الإجابة في الآخر 4 على 9. السؤال اللي بعده، أي من الأعداد الآتية مكتوبة بالصيغة العلمية؟ إحنا قلنا أبطال الصيغة العلمية هو رقم مضروب في 10. الأس بقى ممكن يبقى موجب ممكن يبقى سالب ممكن يبقى صفر، بشرط إن الرقم اللي هيتكتب مضروبا في 10 أس أي حاجة بقى بالنسبة لك، أس موجب أو سالب أو صفر. لازم الرقم ده يبقى من 1 لحد 9. ما ينفعش يتخطى الأرقام دي ولا يقل. طيب فتعالى بقى نروح نختبر كل واحدة من الاختيارات ونشوفها. طبعا دي لا تصلح أن تكون صيغة علمية لأن دي 145 تتخطى ال9 بمراحل. أما هنا دي 0.5 يعني ده نص. النص ده أقل من الواحد برضو قيمته ما تنفعش. دي الإجابة اللي تنفع ليه؟ دي 3.4 تقع بين الأرقام من 1 ل9 فعلا، وبالتالي تبقى دي صيغة علمية. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك مين في دول أكبر؟ والله عشان تحدد مين فيهم الكبير أنت ممكن الأول تبص على العدد الصحيح. ده 4 صحيح و3 من 10 وده 3 صحيح و4 من 10. أكيد طبعا ده أكبر. يعني حوار أكبر وأصغر ده أنت يعني في أولى إعدادي مش محتاج إن أنت يعني تستفسر فيه كتير. طب السؤال اللي بعديه هنا بقى نيجي لدور الصيغة العلمية. طبعا درس الصيغة العلمية أنا كنت قايل لك قبل كده إن هو بيجي في اختر وما بيجيش مقالي. طيب أنا دلوقتي عشان أحل المشكلة دي في امتحان الشهر أعمل إيه؟ والله عندك حلين، يا إما تستخدم مخك يا إما تستخدم الآلة. طب يا مستر زرار الآلة إحنا كنا بنعمل إيه لو فاكرين؟ كنا بندوس شيفت مود 7-3 وعشان تخرج شيفت مود 8-1. فأنت والله عايز تستخدم طريقة الآلة مفيش مشكلة، عايز تستخدم مخك تعالى أقول لك. حضرتك هتروح تحرك العلامة لحد ما تقف عند الواحد فتبقى 1 علامة 6 في 10. والله لو اتحركنا يمين بيكون الأس سالب. طب سالب كام؟ على حسب حضرتك الخطوات اللي أنت مشيتها. أدي خطوة 2 3 4 5 يبقى أس سالب 5 اللي هي الإجابة ج. طب لو حضرتك اتحركت جهة اليسار فبتحط الأس بالموجب. عايز برضو تريح نفسك وتشتغل بالآلة أنا ما عنديش مشكلة. يعني مثلا مسألة زي دي مش عايز تتعب نفسك في حاجة فممكن تعمل إيه؟ فوالله ممكن تستخدم الآلة أو بالعقل على طول. دي مش هتنفع ودي مش هتنفع ودي مش هتنفع فما قدرتش غير دي. في طلبة بتحل بالاستبعاد أو ممكن تحط دي على الآلة وتشوف الإجابة اللي هتطلع وتختار الرقم اللي محطوط مكان الواي. الطريقة اللي تريحك في الحل أنا معاك فيها مفيش مشكلة، المهم تبقى أنت عارف السؤال بيتحل إزاي. طيب يلا بينا السؤال اللي بعديه. هنا برضو بنفس الطريقة، يا إما حضرتك تستخدم مخك فتعد الخطوات يا إما تديها على الآلة وتعرف الأس عندك هيبقى إيه. في طالب قال لي يا مستر أنت لسه قايل لي لما نمشي جهة اليمين بنحط سالب، فالإجابة دي مش هتنفع والإجابة دي مش هتنفع. ليه؟ ما هو الأس هيبقى سالب، يبقى يا إما -4 يا إما -5. فنعمل إيه؟ يلا نعد الخطوات. ادي خطوة 2 3 4 5 يبقى الإجابة -5. السؤال اللي بعده هنعمل هنا نفس الكلام برضو هنعد الخطوات. ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى الإجابة -6. ليه حطينا سالب؟ قلنا عشان مشينا ناحية اليمين. طيب هنا نفس الكلام بس هنا هنتجه جهة اليسار فهنروح نعد الخطوات لحد ما نقف هنا. ادي
أكن العلامة موجودة هنا، فهنبقى 1 2 3 4 5 6. يبقى 6 بس بالموجب، ليه؟ عشان مشينا جهة الإيه؟ اليسار. بس هي دي لعبة الدرس بتاع الصيغة القياسية أو الصيغة العلمية. طيب بيقول لك ما الصورة القياسية للعدد ده؟ يعني عايز حضرتك تروح تحول المسألة دي لأصلها، رجعها لأصلها. دي بقى ممكن تحطها على الآلة العادية اللي هي الآلة اللي مكتوب عليها من فوق هنا كلمة ماس، عادي. هتكتب المسألة عادي أهو، سالب 3 و2 في 10 أس 4. هيطلع لك أهو سالب 32,000. سالب 32,000 أهو. لازم دي عشان تحطها في الصورة القياسية، الصورة القياسية اللي هي المسألة نفسها. دي كده اسمها، دي كده على بعضها كده اسمها صيغة علمية. أما دي اسمها صورة قياسية. عشان تبقى عارف الفرق ما بين الاتنين، يعني دي صورة قياسية، دي صورة قياسية، دي صورة قياسية، دي صورة قياسية. لما تكون مضروبة في 10 أس رقم دي بتكون الصيغة الإيه؟ العلمية. طيب السؤال اللي بعده. هنا جايب لك مجموعة من الصيغ العلمية وبيقول لحضرتك بسطها لي. زي ما قلت لك مفيش مشكلة من استخدام الآلة، لأن ده اختار الإجابة، مش عايز مني الخطوات. طيب لو أنا عايز أعمل الخطوات، حضرتك هتروح تضرب الأرقام في بعض وتنزل واحدة من دول الأساس مرة واحدة وتجمع الأس، وبعد كده تحولها. يا إما تروح تحول الآلة على الصيغة العلمية. طيب إيه هو دخول الآلة الصيغة العلمية؟ قلنا شيفت مود 7 3، وبتبدأ تحط المسألة زي ما هي كده بالظبط أهي. أفتح قوس أهو وأكتب 32 في 10 أس سالب 5 في 5 في 10 أس سالب 6، وتقفل القوس. هتطلع معاك الإجابة 1/6 في 10 أس سالب 9. لو بصيت هتلاقي الكلام ده موجود عندك في الاختيار ألف. يبقى أنا قلت لك أهو الطريقة بالدماغ. هتضرب 32 في 5، بعد كده هتنزل أساس مرة واحدة وتجمع الأسس، وبعد كده تحطها في الصيغة العلمية، مفيش مشكلة. الطريقة الأسهل والأسرع عشان حضرتك تبقى منجز في الحل إنك تستخدم طريقة الآلة بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها. طيب السؤال اللي بعده، تعالى بقى نخش على الدرس بتاع الجذر التربيعي والجذر التكعيبي. طبعا الجذر التربيعي ل 16 قيمته 4، الجذر التكعيبي لسالب 27 سالب 3. حط دول بحساباتك هتطلع الإجابة في الآخر 7. طبعا انت عارف ان الدنيا في الترم الثاني يعني ما شاء الله جميله، يعني في الرياضه مش محتاجه منك بس مجهود كتير، محتاجه منك بس انك تحل ورايا سؤال سؤال. هتلاقي بامر الله الامتحان مباشر ما فيهوش مشكله. احنا قلنا قبل كده عشان يديني معكوس ضربي او جمعي لازم حضرتك تجرب الناتج، تجيب الناتج الاول. طيب الناتج بتاع ده قيمته ايه؟ والله ده الناتج بتاعه 3/5. هات بقى المعكوس الضربي، المعكوس الضربي قلنا بنشقلب الكسر، فهتبقى اجابته 5/3. طيب يلا السؤال اللي بعديه. يقول لك عايز المعكوس الجمعي. والله احنا قلنا المعكوس الجمعي بنغير الاشاره. تعال نخرج ناتج ده الاول. ده الناتج بتاعه هيبقى -2/3. لما تجيب المعكوس الجمعي بتاعه هيبقى -2/3. يبقى الفرق بين المعكوس الضربي والجمعي، المعكوس الضربي بنشقلب الكسر، المعكوس الجمعي بنغير الاشاره. بس في تلك الحالتين لازم نطلع الاجابه الاول. طيب السؤال اللي بعده، احنا قلنا هنا لما يكون في متغير تحت الجذر التكعيبي بيتقسم الأس بتاعه على 3، ف12/3 فيها ال4. طيب هو بقى دلوقتي عايز يخش يدخل دي جوه، فعشان تدخل دي تحت الجذر التربيعي هتروح ضاربها في نفسها مرتين. يعني هقول x أس 4 في x أس 4. حضرتك عارف إن أنا بنزل الأساس مرة واحدة، وفي حالة الضرب بنجمع الأسس، فتبقى الإجابة النهائية x أس 8. يبقى تاني، أول حاجة أنا خرجت ده من تحت الجذر التكعيبي، قسمت ال 12/3 فيها ال4. بعد كده دخلت دي جوه الجذر فضربتها في نفسها مرتين. طيب السؤال اللي بعده، هنا برضو واحدة واحدة. تعال نخرج إجابة إجابة. دي هات لي جذرها الأول، هيبقى كده x بتساوي 1/3. جذر الواحد 1 وجذر التسعة 3. هو عايز بقى x أس 3. خلاص إيه، يبقى x أس 3 بتساوي 1/3 أس 3. هات لي الناتج ده هيبقى 1/27 اللي هي الإجابة ج. ماشي السؤال اللي بعده. طيب واحدة واحدة، يلا بينا نحضر حتة حتة كده من الإجابة عشان تفهم السؤال. أولا ده ليه ناتج، ده الناتج بتاعه إن شاء الله -6.
جذر 36 وحطينا السالب بتاع المساله. هو عايزك بقى تدخل ده كده تحت الجذر، يبقى هتضربه في نفسه 3 مرات عشان ده جذر تكعيبي. يبقى لما اضرب سالب 6 في سالب 6 في سالب 6 3 مرات يطلع سالب 216. تبقى الاجابه سالب 216. خد بالك عشان هو بيكون حاطط لك الاجابه الموجبه والسالبه، انت لازم أن تكون مركز انت بتحل ازاي. السؤال ده برضو من الاسئله اللي الطلبه كتير بتقع فيها، فركز في السؤال ده جدا، ده سؤال موضع امتحان مهم جدا. اولا احنا هنروح نجمع دول الاول. 16 و9 25، جذر 25 كام؟ قال لي والله 5. يبقى ده كده كله ب5. طب هو بيسال حضرتك بقى الاربعه دي ازود عليها كام عشان يبقى نفس الناتج. في طلبه كتير اول ما بتطلع الاجابه بتروح تختارها. بص هو حاطط لك الاجابه في الاختيارات 5 ازاي. ركز كويس لما تطلع الناتج، بص على المسألة 4 زائد كام يديك 5، 4 زائد 1. ركز في السؤال هو عايز منك ايه بالظبط. طيب المسألة اللي بعديها بيقول لك إذا كان A و B هما الجذران التربيعيان لعدد 2. أنت عارف يعني إيه جذرين تربيعيين؟ أي جذر تربيعي، أي جذر تربيعي بيبقى ليه إجابة موجب وسالب. موجب وإيه؟ وسالب. يبقى أي جذر تربيعي موجب وإيه؟ وسالب. هو عايز جمعهم، فجمعهم دايما بصفر. يبقى دائما اهو خد المعلومه دي حضرتك وركز فيها، دائما مجموع الجذرين التربيعيين دائما بيساوي صفر. ليه؟ لان حضرتك لو جيت قلت لك هات لي الجذر التربيعي ل4 والجذر التربيعي لسالب جذر 4، ده القيمه الاولى 2 وده قيمته الثانيه -2، يبقى ده كده الجذر التربيعي، الجذرين التربيعيين ل4. لما تيجي بقى حضرتك كده تروح زي الشاطر كده جمعهم، فدائما الاجابه بتبقى صفر. يبقى اول ما يقول لحضرتك جذرين تربيعيين هات لي مجموعهم، الاجابه دايما صفر. طيب السؤال اللي بعده، دي اكنها معادله. حضرتك عشان تحل المعادله دي هتروح تحط هنا جذر تكعيبي وهنا جذر تكعيبي، فتطلع الاجابه -3. يبقى اكس بتساوي -3. عشان الاس يتشال بنحط له جذر تكعيبي او تربيع على حسب الاس. طيب دي برضو معادله، هنحلها ازاي؟ هنودي الاربعه الاول بعكس الاشاره، فتبقى اكس اس 2 بتساوي 0 زائد 4. يبقى اكس اس 2 بتساوي 4. هنعمل الجذر التربيعي. خلي بالك بقى انا لسه قايل لك الجذر التربيعي في المعادلات بيطلع له قيمتين، قيمه موجبه وقيمه سالبه. يبقى الاجابه الصحيحه موجب او سالب 2. السؤال اللي بعده، السؤال هنا بيقول لك اذا كانت A اصغر من B. هنا بقى هيلعبك في حته المتباينات. صلى على النبي كده بالراحه. انا قلت لك في المتباينات هي نفسها المعادلات، ولكن الاختلاف في علامه اكبر واصغر. طيب في بقى ملحوظه مهمه جدا، لما بنلاقي سالب في المساله المتباينات العلامه بتتغير. بمعنى حضرتك هنا العلامه دي فلتكن مثلا العلامه دي اصغر او سيبك يا عم من اصغر واكبر عشان انت بتتلخبط ما بينها. انت دلوقتي العلامه دي باصه ناحيه اليمين وحط لك هو سالب، فتروح عاكس اتجاهها. بس ده اللي مطلوب منك. اول ما تلاقي اهو سالب في الموضوع، اهو سالب، علامه التباين بتتغير ايا كان هي بقى اكبر ولا اصغر، انت غير اتجاهها بس عشان ما تقعدش تتلخبط من اكبر واصغر. طيب اهو السؤال ده برضو من الاسئله المهمه جدا اللي معظم الطلبه بتتلخبط فيها وبيجيبها لك في الامتحان كتير. اولا السالب اللي قدامك ده هيروح للثلاثه، هتبقى المساله كده اكس هتبقى بالموجب وهنا الثلاثه تبقى بالسالب. طيب حطينا بقى احنا سالب اهو، في سالب في الموضوع، قلنا بنعمل ايه؟ بنغير العلامه اهي. دور على الاجابه دي في الاختيارات هتلاقيها اكس اكبر من -3. طب يا مستر ليه السالب راح للثلاثه؟ عشان ما ينفعش المتغير يبقى جنبه سالب، فاكني قسمت على -1. طب جه يا مستر منين -1 ده؟ ما حضرتك عارف ان اي متغير مش جنبه رقم بيبقى جنبه 1، وهنا في سالب فقسمت على -1، وعند القسمة على عدد سالب بنغير علامة التباين. طيب فاحفظها بقى انت كده بعد ما فهمتها، انك لما بتلاقي سالب بتغير كل حاجة. يعني بتغير الإشارة دي، هي تبقى موجب، خليها هي موجب، بتغير كل حاجة في المسألة. دي بتبقى موجب ودي بتبقى سالب وبتغير العلامة.
يبقى أي مسألة فيها سالب جنب المتغير غيّر كل حاجة. طيب تعالَ بقى هنا بيحكي لك موقف معيّن، عن طريق الموقف ده حضرتك بتحط العلامة المضبوطة للسؤال. فالراجل بيقول لك ما المتباينة التي تعبّر عن درجة الحرارة X أقل من 40 أهي X أهي أدي علامة أصغر أهي 40 أصغر من 40 اللي هي الإجابة B. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك أي من المتباينات الآتية تعبّر عن الموقف التالي؟ بيقول لك يحتاج عمر لساعتين على الأقل لحل الواجب. يعني عمر عايز ساعتين عشان يحل فيهم الواجب، أقل حاجة ساعتين. طيب يعني هو أكتر حاجة هيوصل لها ساعتين، يعني ممكن يزيد. أقل حاجة بالنسبة له ساعتين، عايز ساعتين بالضبط. طيب يبقى أنا كده محتاج إن أنا أحط علامة أقل من أو إيه، أو يساوي. طيب فهو أقل حاجة عايزها ساعتين. طيب يبقى العلامة هتبقى أكبر من أو يساوي 2. ليه؟ هو أقل حاجة هيوصل لها 2، فممكن يوصل ل2 ويزيد. يبقى أقل حاجة 2 أو يحتاج عمر ساعتين على الأقل. على الأقل دي حضرتك بتحط لها علامة أكبر من أو يساوي. طيب السؤال اللي بعديه ده سؤال متباينات عادي جدًا، بقى يا ريت تركز وأنت بتحل المتباينات، مش الإجابة اللي تطلعها تختارها على طول. يعني في طلبة بتبقى شاطرة جدًا بتحل المتباينة عادي أهو، بتقول لي X تحط العلامة اللي موجودة اللي هي علامة أصغر وتكتب -3 أهو ناقص 2 يبقى X أصغر من -5. بتوصل بقى لحد هنا تروح مختارة -5 على طول، طبعًا دي إجابة خاطئة. ليه؟ علشان حضرتك هنا ما فيش علامة يساوي، فما ينفعش تختار أبدًا -5 ما ينفعش. هو بيقول لحضرتك إيه، في أي مما يأتي يمكن أن تكون قيمة X. حضرتك دي علامة إيه؟ دي علامة أقل، علامة أصغر. فحضرتك هو بيسألك هات اللي أقل من -5 على طول. اللي أقل من -5 طبعًا -6. فالطالب المتسرع اللي اختار -5 تبقى إجابته غلط، فيا ريت بعد إذنك تركز في الحوار ده بالذات، ما تروحش اللي تختاره على طول. السؤال اللي بعديه بيقول لك أي من المتباينات التالية يكون أحد حلولها في Q هي X بتساوي -4. عشان حضرتك تعرف الإجابة لازم تروح تحل الاختيارات. يعني أنت عشان تحل عشان تعرف الإجابة الصحيحة اعتبر دول 4 مسائل. روح طلع مجموعة الحل في كل واحدة. طيب أولا أدي X أكبر من أو يساوي -4 وهودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى X أكبر من أو يساوي -2. هل اللي أكبر من أو يساوي -2 -4؟ لأ طبعًا، فدي مش هتنفع. طيب هنا عشان تحلها هتقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، فهتبقى X أكبر من -4. هل -4 أكبر من -4؟ لأ طبعًا. يبقى أنا باقعد أحل الاختيارات عشان أعرف الإجابة. هنا إحنا اتفقنا هنقسم على -1 وهنغيّر العلامة لو أنت فاكر. هل -4 أصغر من -4؟ لأ، وبالتالي ال3 اختيارات دول ما نفعوش فما فيش إلا دي. فأنا بقى عايز أفهّمك عشان تبقى فاهم. هنودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، X أكبر من -3 ناقص 2 يبقى X أكبر من -5. هل -4 أكبر من -5؟ أيوه، وعشان كده دي الإجابة الصحيحة. يبقى لمّا يجيب لك سؤال زي ده ما تتخدعش، أنت لازمًا تروح تحل ال4 اختيارات لحد ما توصل للإجابة الصحيحة. طيب المسألة اللي بعديها دي من درس ضرب الحدود الجبرية وضرب حد جبري في مقدار جبري. وقلنا قبل كده عشان نضرب دول في بعض بنضرب الأرقام في بعض 2 في 3 في 6 إكس أس 1 وإكس أس 1 تبقى إكس أس 2 عشان إحنا بنجمع الأسس في حالة الضرب. يبقى بنضرب الأرقام ونجمع الأسس. نفس الكلام في اللي بعديها 3 في 4 ب 12 إكس أس 5. 12 إكس أس 5. السؤال اللي بعده نفس الكلام هنا هنضرب دي مرة هنا ومرة هنا وبعد كده نجمع الحدود المتشابهة إذا كان في حاجة متشابهة. إكس في إكس بإكس أس 2 ناقص إكس في 1 بإكس زائد إكس زي ما هي أهي دي نزلت زي ما هي. دي هتطير مع دي. طب ليه يا مستر راحوا مع بعض؟ عشان واحدة بالسالب وواحدة بالموجب. فكده اتبقى لي في السؤال إكس أس 2 يبقى الإجابة الصحيحة إكس أس 2. طيب السؤال اللي بعده بنفس الطريقة هنشوف إيه الحاجة اللي اتضربت في 3x عشان تطلع لي الإجابة 6x أس 2. طبعًا 3x أضربها في كام عشان يديني 6x أس 2؟ هاضربها طبعًا في 2x. تعالَ أقول لك ليه أهو 3 في 2 ب6 x في x بx أس 2 يبقى كده الإجابة اللي حضرتك هتختارها هي الإجابة 2x. السؤال اللي بعده
عشان تقدر تحل المسألة دي لازم حضرتك تروح تضرب دي مرة هنا مرة هنا، نفس الكلام دي مرة هنا ومرة هنا، يعني نفك الأقواس. طيب بالراحة كده واحدة واحدة، A في A ب A أس 2 و A في B ب AB. كده احنا فكينا القوس الأولاني. طب القوس التاني سالب B في A بسالب AB. طيب سالب في موجب بسالب وB في B بB تربيع. دي حضرتك طارت مع دي، قلنا عشان واحدة بالموجب وزيها بالسالب، فكده اتبقى لي في السؤال A تربيع وسالب B تربيع. هل الإجابة دي متوفرة عند حضرتك؟ أيوه الإجابة ب. يبقى أنا كل اللي أنا عملته إن أنا فكيت ده وفكيت ده وجمعت الحدود المتشابهة. بنفس الطريقة السؤال اللي بعديه، السؤال ده أنا قلت لحضرتك عشان تقدر تفكه بالطريقة الصحيحة، قلنا قبل كده إن إحنا بنروح نفك القوس ده في نفسه مرتين، ده قوس وعليه تربيع، يبقى تروح تفكه في نفسه مرتين، اهي 2x زائد 3 وهنا برضو 2x زائد 3. يلا بقى نروح نعمل الخطوات اللي احنا عرفناها مع بعض في درس ضرب مقدار في مقدار اخر. احنا قلنا بنضرب الاول في الاول اهو، 2x في 2x ب 4x اس 2. بعد كده حضرتك بتروح تسيب مسافة وتضرب التاني في التاني يبقى موجب 9، يبقى 3 في 3 ب 9 و2x في 2x ب 4x أس 2. بعد كده حضرتك بتروح زي الشاطر تروح تعمل حاجة اسمها الطرفين والوسطين. الطرفين اللي هم 2x في موجب 3 فهيدي حضرتك موجب 6x، و3 في 2x بموجب 6x. طيب بعد كده دي هتنزل زي ما هي ودي هتنزل زي ما هي اهي، 4x أس 2 زي ما هي، موجب 9 زي ما هي. اللي في النص دول متشابهين، يعني هنا في x وهنا في x اقدر اجمعهم، 6 زائد 6 يبقى موجب 12x. كده حضرتك فكيت القوس زي الشطور. شوف بقى هو عايز منك ايه، هو عايز قيمة البي. طب فين حضرتك البي؟ قال لي والله البي دي اللي جنب الاكس اهي، الاكس اهي جنبها 12، يبقى كده البي قيمتها ب 12. عارف لو كان عايز السي كنت هقول له 9، لو كان عايز الاي كنت هقول له 4. يبقى انا فكيت المسألة عادي ثم حلينا المطلوب، فكده توصل لحل. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك اذا كان الحد الاوسط. طيب هو عايز من هنا الحد الاوسط. لما يقول لحضرتك انا عايز الحد، اذا كان الحد الاوسط في المفكوك ده هو 6x. طيب واحده واحده، ايه رايك نيجي نفك المفكوك ده الاول وبعد كده نبقى نشوف فين الحد الاوسط. اهي x زائد k وهنا x زائد k. يلا بقى انا وانت نروح نفك القوس زي ما اتعلمنا في المساله اللي قبلها. هنضرب اول في اول باكس اس 2، بعد كده بنسيب مسافة، التاني في التاني موجب ك أس 2. بعد كده قلنا بنعمل الطرفين والوسطين، حاصل ضرب الطرفين هيدينا موجب اكس كي، وبرضو في النص اللي هما الوسطين موجب اكس كي. طيب بعد كده دي قلنا بتنزل زي ما هي اكس أس 2 ودي زي ما هي كي أس 2. بعد كده دول بيتجمعوا فهيديك 2 اكس كي. هو بيقول لك بقى اذا كان الحد الاوسط هو 6x، يعني اللي في النص ده، اللي في النص ده هو المفروض يبقى 6x. طب خلاص، ما انا كده عرفت اهو ان 2xk بتساوي 6x، فالاكس اهي راحت، اروح قاسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، تطلع لي قيمه الكي بتساوي 3. حليت معادله فطلعت قيمه الكي بتساوي 3. مساله حلوه جدا. طيب السؤال اللي بعديه هنا بيقول لحضرتك انا عايز اعرف الكي هنا بكام. بسيطه، بص طالما ده هو ده مع اختلاف الاشاره فبنسميه توأم. بنسميه ايه بقى؟ توأم. توأم متماثل مع اختلاف الاشاره اهو، اكس اكس 3 3 الاختلاف اشاره، تبقى زي الشاطر تروح ضارب اكس في اكس باكس اس 2، يعني اول في اول، بعد كده التاني في التاني اهو، سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب 9 على طول. يبقى اذا كانت المساله توأم متماثل يعني ايه؟ يعني الحد ده هو ده بالظبط وده هو ده بالظبط بس اختلاف في اشاره، لازم يبقى هم مختلفين في الاشاره. عارف لو المساله دي كانت اكس زائد 3 واكس زائد 3 ما كانش ينفع اعمل كده على طول، كان لازم اضرب اول في اول وتاني في تاني وبعد كده الطرفين والوسطين، فلازم أن تكون واخد بالك وانت بتحل المساله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان اكس ناقص واي ب5 واكس زائد واي ب15. بص هديك مثلث جميل كده حلو كده زي قانون، يعني تلم بيه الدنيا دي عشان تبقى الدنيا معاك لطيفه وما تقعدش يعني تغلط في المسائل اللي من النوع ده.
بص يا صديقي، المسائل او المثلث ده انت بتدرسه في ماده العلوم. بتعرف تستخدمه طبعا. المفروض لو انت عايز مثلا حاجه بتروح حضرتك تحط ايدك عليها كده وتشوف ضرب ولا اسم. فهو عايز اكس تربيع ناقص واي تربيع، فهو عايز ده. فكده اللي اتبقى لي دول مضروبين في بعض، لان هنا بيكون في علامه ضرب وهنا اسمها. يبقى انا هضرب ده في ده. 5 في 15 بكام؟ ب 75. يبقى الاجابه 75. بس خلصت المساله. يلا السؤال اللي بعديه، يا ريت تبقى تكتب اللي انا عملته ده عشان تعرف تحل السؤال. طيب المساله اللي بعديها بيقول لحضرتك ان القوس ده كله ب 36. طب كلام جميل. وان اكس تربيع زائد واي تربيع ب 30، فهو عايز اكس واي. طيب انا علمتك من شويه ازاي تفك القوس ده. تعال نفك القوس ده ونشوف هيحصل ايه. قلنا القوس ده بيتفك ازاي؟ بيتفك لقوسين كده جنب بعض اهو، اكس زائد واي، اكس زائد واي. تعالى نروح نفك القوس اهو. الاول في الاول هيبقى اكس اس 2. بعد كده قلنا بنسيب مسافه ونضرب التاني في التاني بواي اس 2. بعد كده لو انت فاكر بنضرب الطرفين والوسطين. اكس في واي باكس واي. وبرده هنا واي في اكس برده من حق اكتبها اكس واي لان الضرب ابدالي. طيب ولو فاكر قلنا بنعمل ايه بعد كده؟ ده بينزل زي ما هو، ده بينزل زي ما هو، وبنجمع اللي في النص يبقوا 2 اكس واي. تعالى بقى نعوض باللي موجود. هو بيقول لك ان ده كله ب 36 اهي 36، وان اكس تربيع زائد واي تربيع ب 30 اهي، زائد 2 اكس واي زي ما هي. يبقى انا عملت ايه؟ عوضت عن ده كله ب 36 اهو زي ما هو قال، وعوضت عن ده وده ب 30، واللي في النص ده نزل زي ما هو. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هتعمل ايه؟ يلا حل المعادله بقى. هنودي دي بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس واي بتساوي 36 ناقص 30. تروح قاسم بعد كده على الاثنين وتشوف بقى الاجابه بالاله هتطلع كام. 36 شيل منهم 30، 6 على الاثنين فيها الثلاثه. يبقى الاجابه الصحيحه 3. دي الخطوات اهي بالتفصيل عشان تبقى انت فاهم. طيب المساله اللي بعديها بنفس الطريقه، فهنعيدها تاني عشان لو في خطوه وقعت منك في المساله اللي فاتت. احنا قلنا ان دي بتتفك ازاي؟ اهي اكس زائد واي بتروح متكرره مرتين. ليه؟ عشان هي اس 2 مضروبه في نفسها مرتين. الخطوه اللي بعد كده يلا طلع الاجابه. اكس في اكس باكس اس 2، واي في واي بواي اس 2. بعد كده دي لسه بفكها من شويه، كان هنا اكس واي وهنا اكس واي، جمعتهم فادوني 2 اكس واي. لو انت فاكر كده احنا فكينا الاقواس والدنيا زي الفل. تعالى بقى نعوض. دي كلها كده هو مديها لك، هو برده ب 36. طيب اكس تربيع واي تربيع هتنزل زي ما هي، اكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى دي ودي ما لهمش اجابه فننزلوا زي ما هم. طيب دي بقى دي كده على بعضيها كده ليها اجابه اهي، ب 3 مضروبه في 2 تبقى 6. انا عايز بقى دي كده لوحدها، يلا وديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره كانك بتحل معادله. يبقى اكس تربيع زائد واي تربيع هتساوي 36 ناقص 6. تروح طالع الإجابة معاك 30. يبقى الإجابة في الآخر 30. مثال دي عايز حضرتك تروح تعيدها أكتر من مرة ورايا عشان تقدر تحلها. اللي هما المسألتين اللي فاتوا هم أصعب مسألتين عندك في درس ضرب مقدار في مقدار آخر. تعالى بقى نروح للقسمة. إحنا قلنا في القسمة بنقسم الأرقام ونطرح الأسس. هنعمل إيه؟ هنقسم الأرقام ونطرح الأسس. أو دي بنسميها حاجة اسمها معاملات، فهنقسم المعاملات ونطرح الأسس. طيب سالب 36 على 4 سالب 9. اكس اس 1، وطبعا عارفين ان اس 1 ما بيتكتبش. تمام. يلا السؤال اللي بعده. هنا نفس الكلام، دول هيتقسموا على اكس. فممكن حضرتك بالشياكه كده تروح عامل هنا شرطتين اهو، حط بينهم زائد، تحط هنا اكس اهو، هنا اكس فوق اهي اكس تربيع وفوق اكس. فانا خدت اللي فوق ده حطيته فوق، واللي بعد علامه العلى تحط تحت اهو. يلا بقى نطلع الاجابه. اطرح الاسس تبقى اكس، ودي راحت مع دي، ما تنساش ان هنا في واحد، فكده تبقى الاجابه الصحيحه اكس زائد 1. السؤال اللي بعديه نفس الطريقه، دول حاجتين جوه القوس، دول حاجتين يبقى هعمل لهم شرطتين كسره اهو. ده المقسوم عليه اهو 3 اكس اهو 3 اكس، دول هيتحطوا في البسط اهو 15 اكس تربيع 6 اكس. يلا بقى نقوم بدورنا، هنقسم المعاملات ونطرح الاسس. فدي كده قيمتها 5 اكس، ودي كده قيمتها في الاخر 2. يبقى الاجابه 5 اكس زائد 2. طبعا دي راحت مع دي. طيب السؤال اللي بعديه
نفس الطريقه نفس الحكايه مفيش اي اختلاف اهو مع حضرتك. يلا هنا حدين اهو، ادي الشرطتين كسر بتوعك. طيب دي المقام اهو 3a b تربيع 3a b تربيع، واللي فوق دول في البسط وزعهم في البسط اهي 6a تكعيب b تربيع، وهنا 21a b تربيع. طيب لو انت ملاحظ دول كده مع السلامه، فدول كده اسمتهم 7، دول كده على بعض هيدونا 2a، هنا أس 3 وهنا أس 1، طبعا دي راحت مع دي فيتبقى 2a تربيع زائد 7 اللي هي الإجابة ب. زي ما قلت لك بنقسم المعاملات ونطرح الأسس. طيب يقول لك بعد كده مستطيل مساحته 4x تكعيب. أنا هشتغل دلوقتي معاك المسائل عادي، وبعد ما أخلص خالص في الآخر هروح كاتب لك القوانين كلها ان انت ممكن تحتاجها او ممكن يسالك عليها، سواء كانت مربع مستطيل معين الحاجات دي كلها. تمام. طيب هنا بيقول لك مستطيل مساحته 4x اس 3 وطوله 2x اس 2. هو عايز قانون العرض بتاع المستطيل. فالقانون بتاع العرض اهو المساحه على الطول. يعني حضرتك زي الشاطر هتروح تقسم المساحه اللي هي 4x اس 3 على الطول اللي هو 2x اس 2. 4 على 2 فعل 2، في حالة القسمة بنطرح الأسس تبقى الإجابة في الآخر 2x. القانون قدامك أهو. السؤال اللي بعده. دي مسألة قسمة، فإحنا قلنا في القسمة هنقسم المعاملات ونطرح الأسس. لما تقسم 24 على سالب 6 فيها السالب 4. والإكس هتبقى إكس واحدة بس علشان طرحنا الأسس، تبقى الإجابة سالب 4x. السؤال اللي بعده. هنا بقى بيقول لحضرتك وبيختبر ذكائك، ايه الرقم اللي احطه هنا؟ اقسمه على ده يطلع لي 12. في طلبه بتقول لي خلاص انا هروح اجرب الاختيارات، هل الستة لما تتقسم على الاثنين يديك 12؟ لا، وبالتالي دي مش هتنفع. طيب هل ال 24 دي لما تتقسم على السالب 2 هيديك موجب 12؟ طبعا لا، لان موجب على سالب بيدي سالب، لكن سالب على سالب بيتحول لموجب، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. حل الاختيارات تعرف تحل المساله. طيب السؤال اللي بعديه جميل جدا. هنعمل ايه يا مستر؟ هنا بيقول لك فما قيمه ايه؟ هو عايز يعرف الايه بكام. هو مش المفروض مثلا لما تيجي تقسم مثلا 2 على 2 فيها الواحد، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى اي حاجه على نفسها فيها الواحد، يبقى ده هيتقسم على مين عشان يطلع لي واحد على نفسه؟ يعني هو اللي هي 8x اس 2. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك ما خارج اسم ده على ده. ان شاء الله حضرتك دي القسمه المطوله. ظهرك بقى ورا وافرد كده نفسك كده وركز بقى معايا. حضرتك ده بنسميه في الرياضه المقسوم اهو، x تربيع ناقص 10x زائد 25 بيتحط في المكان ده، وده اسمه المقسوم عليه اللي احنا هنروح نجتهد ونقسم عليه. خطوات القسمه: قسمه، ضرب، تغيير اشارات. اسمها ضرب تغيير اشارات، اسمها ضرب تغيير اشارات. تعالى بقى نقسم كده ونشوف واحده واحده كده بقى وركز معايا. دائما لما بتيجي تقسم بتقسم الحد الاول على الحد الاول بس. يعني اكس اس 2 على اكس هيديني اكس. كده حضرتك نفذت البند الاول وهو الاسم. الخطوه الثانيه وهي الضرب. طيب بنضرب ايه؟ بنضرب الناتج اللي هو اللي فوق ده اللي هو اسمه خارج الاسم، نضربه مره هنا ومره هنا. هنضرب ده مره هنا ومره هنا ونحط الاجابه دي واحده واحده كده. اكس في اكس باكس اس 2، اكس بسالب 5 بسالب 5 اكس. طيب خلصنا نفذنا ده. بعد كده بنغير اشارات اللي تحت، بتروح حضرتك زي الشاطر كده نازل نغير الاشارات اهي، دي كده هتبقى سالب ودي كده هتبقى موجب. دي الخطوات بتاعت الاسم المطول. يلا بقى نطلع الناتج. سالب 10 اكس وموجب 5 اكس هيديني سالب 5 اكس. طب ودي حضرتك بنعمل فيها ايه؟ قال لي والله بتنزل زي ما هي. هتروح تعيد نفس الخطوات اللي انا قلتها دي مره كمان تلاقي المساله خلصت على طول. بمعنى هنروح نعيد نفس الخطوات تاني. يعني هقسم الراجل الطيب ده على ده اهو، سالب 5 اكس على اكس، فالاكس هتطير يتبقى لي سالب 5 اهو. بعد كده اضرب بقى سالب 5 مره هنا ومره هنا تبقى سالب 5 اكس موجب 25. يلا نغير الاشارات هتلاقي المساله في الاخر طلعت لك بصفر. كده المساله صفرت معاك، يبقى انت كده وصلت للحل وهي اكس ناقص 5. دي الاجابه. خطوات القسمه
وقف الفيديو بالراحة وامشي معايا خطوة خطوة، صدقني والله هتفهمها. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك اقسم 7x زائد 35 على x زائد 5 طلع في الآخر إيه؟ هو عايز يعرف بقى الإيه دي بكام؟ بسيطة. كل الحكاية إنك أنت هتروح تاخد من هنا عامل مشترك. تاخد عامل إيه مشترك؟ أو 7 عامل مشترك. فكده إيه اللي هيتبقى لك؟ قال لي والله السبعة 7x على 7 يديني x، 35 على 7 فيها الخمسة، كل ده مقسوم على x زائد 5. ده راح مع ده فتبقى في الآخر 7. يبقى الناتج اللي هو إيه ب7. سؤال حلو. ماشي السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان المقدار ده يقبل القسمة على ده فما قيمة إيه؟ طيب حضرتك دلوقتي بالعقل علشان ده يقبل القسمة على ده مطلوب منك إيه؟ قال لي مطلوب منك إنك تروح تجرب أنهي رقم من دول لما تحطه مكان الإيه يوصلك للإجابة. مفيش والله أي حاجة توصلك للإجابة إلا -4. ليه؟ عشان لما حضرتك هنا تحط هنا -4 هتقدر تفكها ال4 ل2 في 2، لكن لو حطيت هنا -2 مش هتوصل. لو حطيت موجب 2 برضه مش هتوصل، لو حطيت موجب 4 برضه مش هتوصل. فالإجابة الصحيحة اللي هي -4. طيب السؤال اللي بعده دخلنا في الجزء بتاع القوانين اللي انا لسه قايل لك عليه. بيقول لك مربع طول قطره 12 فإن مساحته، هنكتب القوانين زي ما قلت لك مع بعض اهو عشان تبقى انت معايا. مساحة المربع بتساوي نص في طول القطر، نص في طول القطر في نفسه. بعد ما بنكتب القانون بنعوض في القانون، هو طول القطر ب 12 يبقى نص في 12 في 12. نص ال 12 6، 6 في 12 ب 72، تبقى الإجابة بتاعتك 72. هو قانون وبنعوض وبتلاقي المسألة خلصت على طول. طيب يقول لك مساحة معين 100 فإن حاصل ضرب طول قطريه. القانون أهو حاصل ضرب طول قطريه بيساوي 2 في المساحة. هو بيقول لحضرتك المساحة ب 100 يبقى هروح ضاربها في 2 تطلع الإجابة 200. السؤال اللي بعده إذا كان حاصل ضرب طول قطري معين 50 فهو عايز المساحة، مساحة المعين نص حاصل ضرب القطرين. طيب القطرين حاصل ضربهم هم قايل لك بكام؟ ب50، يبقى دي كده كلها كده ب50، يبقى نص في 50 تطلع معاك الإجابة في الآخر 25. السؤال اللي بعده شبه منحرف ارتفاعه 5. انت عندك كده كده يعني الاشكال الهندسيه اللي عندك ده اول درس هندسه عندك في المنهج اللي هو بيتكلم عن مساحه بعض الاشكال الهندسيه اللي هي المستطيل والمربع والمعين وشبه المنحرف. شبه منحرف ارتفاعه 5 وطول قاعدته المتوسطه 9. عايز المساحه. القانون عند حضرتك اهو، كل قانون بكتبه لك في المساله يا ريت تكتبه عندك قدامك كده وتخزن القوانين عشان تبقى معاك في الاخر. مساحه شبه المنحرف بتساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طول القاعدة المتوسطة 9 والارتفاع عند حضرتك هنا قيمته 5. 5 في 9 بكام؟ ب45، يبقى الإجابة 45. السؤال اللي بعده معين مساحته 24 وطول أحد قطريه 8 فإن طول القطر الآخر. أكتب لك قانون المسألة دي وخلي بالك منها، المسألة دي مهمة جدا. طول القطر الآخر للمعين بيساوي 2 في المساحة على القطر المعلوم. وكلمة قطر معلوم ده اللي هو القطر اللي هو بيديهولك في السؤال برقم. يلا نعوض في القانون. 2 في المساحة اللي هي قدامك هي 24 والقطر المعلوم اللي هي 8. حط الكلام ده على الآلة يطلع 6، يبقى الإجابة 6. زي ما أنت شايف الموضوع سهل جدا، هو عبارة عن قانون أنت بتكون حافظه المسألة بتتحل معاك. طيب شبه منحرف مساحته 32 وارتفاعه 4، اوجد قاعدته المتوسطة. مفيش مشاكل، أكتب لك القانون. قاعدته المتوسطة بتساوي المساحة على الارتفاع. طيب المساحة عند حضرتك ب 32 والارتفاع ب4 تطلع ب8.
زي ما قلت لك هو الموضوع مباشر بمجرد ما الطالب ما بيكون حافظ القانون، فيا ريت تحفظ القوانين. السؤال اللي بعديه بيقول لك شبه منحرف مساحته 450 وطول قاعدتيه المتوازيتين، فما الارتفاع؟ بسيطه، هو كده عايز مننا الايه؟ الارتفاع. يبقى الارتفاع بتاع شبه منحرف بيساوي، ركز بقى معايا في اللي هيتكتب، المساحه على نص مجموع القاعدتين، مجموع القاعدتين المتوازيتين. المساحه عند حضرتك اهي ب 450، وادي النص ده بتاع القانون. مجموع القاعدتين، كلمه مجموع القاعدتين يعني اجمع القاعدتين هم اللي هم 12 زائد 24. بص بقى حضرتك عشان لو عايز تحسب، لو عايز تحطها على الاله تحطها زي ما انا كاتبها بالظبط، يا ريت ما تالفش حاجه علشان الاله تطلع لك الجواب مظبوط. عايز بقى تستخدم مخك، هنجمع دول الاول نضربهم في نص وبعد كده نقسم. فانا هعملها لك اهي واحده واحده من غير اله خالص اهي. دول مجموعهم ان شاء الله 36، نص 36 18. اقسم بقى 450 على ال 18. تعالى اهو 450 على ال 18 فتطلع لك الاجابه في الاخر 25. السؤال اللي بعده نيجي بقى للاسئله الجميله جدا، الاسئله المقاليه. كده خلصنا اختر بتاع حضرتك، ان شاء الله هتلاقي نفس الاسئله دي بنفس الارقام بعون الله في الامتحان بتاع حضرتك. اسئله المقالي بقى، وكل سؤال عند حضرتك في الامتحان ب3 درجات، فيا ريت تركز معايا قوي. اولا السؤال ده بيختبر الطالب فيه حاجه اسمها التعويض. يعني ايه تعويض؟ يعني حضرتك هتشيل الحرف او المتغير وتحط مكانه الرقم، ودول 3 مسائل في مساله واحده. يعني حضرتك هتشيل حرف الاي دوت وتحط 3، والبي هنحط مكانها -4. يلا بقى طلع الاجابه يا بدماغك يا بالاله، شوف اللي انت عايزه. تطلع الاجابه في الاخر 1 على 81. نفس الكلام بنفس الارقام، البي -4، الاي 3. اضرب -4 في نفسها 3 مرات يخرج لك الناتج -64. نفس الحكايه، ادي 1 على 8 زي ما هي مضروبه في الاي اللي هي 3، والبي اس 2 يعني -4 اس 2. يا ريت حضرتك تاخد بالك ان انا لما باجي احط الاس لازم احط قوس، والاس بيكون بره القوس. نفس الكلام وانت بتكتب على الاله لازم تكتب المساله بالشكل ده. تعالى بقى نحسب حساباتنا هنا دي هتطلع 16 في 3 ب 48 على ال8 فيها ال6، فالليله دي كلها هتطلع ان شاء الله معاك ب6. خلص السؤال، يلا نشوف السؤال اللي بعديه. السؤال المقالي اللي بعديه من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، مش بس عشان امتحان الشهر بتاع حضرتك، ده عشان امتحان كمان اخر السنه. مفيش امتحان لاولى اعدادي في الترم الثاني في الامتحان اخر السنه، او اي امتحان بيجي من غير النوع ده من الاسئله. ركز بقى معايا عشان تعرف تحل وتاخد الدرجه بتاعته كامله. اولا احنا بنروح ناخد 4 واحده من كل الهيصه اللي فوق دي، واربعه برضو واحده تحت برضو من الهيصه اللي فوق دي، وفي حاله الضرب بتجمع الاسس. يلا بينا نجمع الاسس. 4 و3 7، 7 و2 9، يبقى مجموع الاسس اللي فوق 9 ومجموع الاسس اللي تحت 11. بعد كده الخطوه المهمه بننزل الاساس مره واحده ونطرح الاسس، يطلع -2. بعد كده هتطلع الاجابه تطلع 1 على ال16. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه، نفس الطريقه بالظبط. حضرتك هتروح تحط A واحده فوق و A واحده تحت. بعد كده في حاله الضرب بنجمع الاسس، يبقى مجموع الاسس اللي فوق 10، مجموع الاسس اللي تحت هيبقوا 8. بعد كده هننزل A واحده ونطرح الاسس فتبقى اس 2. طبعا دي ملهاش ناتج علشان خاطر ده متغير. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه، هننزل 3 واحده فوق و3 واحده تحت، نقوم بجمع الاس اللي فوق يبقى 8، نجمع الاس اللي تحت 4، برضه هننزل 3 واحده ونطرح الاس. انت بتجمع اللي فوق تجمع اللي تحت، بعد كده في الاخر بتطرح الاس. 8 شيل منهم 4 طلع الناتج في الاخر يبقى 81. السؤال اللي بعده يقول لك اكتب كل مما ياتي بالصيغه العلميه. مستر انت قلت لي ان الصيغه العلميه ما بتجيش مقالي، والله احنا في امتحان الشهر وارد يجي لك كل شيء، بس هي ان شاء الله مش هتجي لك سؤال مقالي، هتجي لك اختيار، بس احنا بنحط الاحتمالات كلها. طيب المليار يا مستر فيه كام صفر؟ والله المليار فيه 9 اصفار، يعني اكن المساله كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده احنا في الصوره القياسيه عايزينها صيغه علميه. قلت لك يا تعد الخطوات يا تحل بالايه؟ يا تحل حضرتك
الآلة، شوف أنت إيه اللي يريحك واعمله. عايز تحل دي بالخطوات مفيش مشكلة، عايز تحلها بالآلة برضه مفيش مشكلة. شوف اللي أنت عايزه إيه ونفذه. إحنا هنا هنفضل نمشي مع المسألة لحد ما نعد الخطوات بتاعتنا وتطلع الناتج في الآخر. هنا برضه نفس الكلام، تحطها على الآلة وتطلع الناتج بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها اللي هي شيفت مود 7 3. طريقة الدخول وطريقة الخروج قلنا شيفت مود 8 1. فهسيبك انت بقى تعملها، ده سؤال آلة ما فيهوش مشكلة. اللي جاي ده برضو من الأسئلة المهمة جدا اللي ما ينفعش حضرتك ما تبقاش بتعرف تحلها، لأن دي أسئلة مهمة جدا مش عشان امتحان الشهر بس، ده عشان امتحان آخر السنة كمان. احنا هنفك قوس من دول. قيمة ده 4 على 25. عملنا ايه يا مستر؟ ضربت ده في نفسه مرتين وده في نفسه مرتين. طيب في القوس ده أس 0 يعني بواحد. هنا مش هينفع احل على طول، في طلبه بتجيب قيمه ده بالآلة على طول، بتدوس جذر وبعد كده شيفت تكسر فبتطلع المنظر فبتحل. في طلبه تانية بتعمل نازل يضرب طالع يجمع على نفس المقام. يعني ايه؟ يعني بنيجي نسود ده كده على جنب، نعمل جذر اهو ونحط المقام زي ما هو 6 في 4 ب 24 24 1 25. بعد كده بنخرج بقى الاجابه تبقى 5 على الاثنين. بس بعد كده بنبدا نبسط ده بدماغك يا بالآلة، فهيطلع في الاخر الكلام ده كله ب 2 على 5. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه كده واحده واحده، هنفك قيمه ده هيطلع 1 على 25. قيمه ده هيطلع سالب 24 على 25. بعد كده ناقص قيمه ده هيطلع 15 على التلاتة. انت بتروح تفك قوس من دول وبعد كده بتروح مدي الاجابه في الآلة في الاخر. تمام، سؤال يعني بسيط ما فيهوش وجع دماغ. نيجي بعد كده للجزئيه ثانيه مهمه جدا وهي حل المعادلات. وحل المعادلات انت بتاخده من وانت في 6 ابتدائي واتدربت عليه كتير جدا في منهج الترم الاول. فيلا بينا كده، قلنا اول خطوه بنودي الرقم ده بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس اس 2 بتساوي 49 زائد 1. يبقى 2 اكس اس 2 بتساوي 50. ها ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هنقسم على الاثنين اهو، هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. يبقى اكس تربيع ب 25، هناخد الجذر التربيعي يبقى اكس بتساوي موجب او سالب 5. خلصت زي الشاطر. هو قال لي اوجد قيمه الاكس، ما قاليش اوجد مجموعه الحل. لو قال لي اوجد مجموعه الحل هقول له مجموعه الحل بتساوي. هنا بيقول لي اوجد قيمه ايه في السؤال؟ قيمه اكس. خلاص انت جبت قيمه الاكس. يلا هنا نفس الكلام، يبقى 2 اكس اس 3 بتساوي 251 ناقص 1. يبقى 2 اكس اس 3 بتساوي 250 على الاثنين، تطلع اكس اس 3 ب 125. خلي بالك بقى الفرق بين المسألتين، هنا اكس اس 2 حط الجذر التربيعي، هنا اكس اس 3 فهحط الجذر التكعيبي، والجذر التكعيبي بيطلع نفس القيمة بدون موجب وسالب، بدون موجب وسالب. السؤال اللي بعديه المتباينات. وعملت لك انا حاجه كويسه جدا وانا بحط اسئله المتباينات، حطيت لك واحده في ان وواحده في زد وواحده في كيو عشان وانا براجع اكون رجعت لك على جميع الاشكال. احنا قلنا المتباينات بتتحل زي المعادلات مع اختلاف العلامه. في المعادلات بتبقى في علامه يساوي، في المتباينات بتبقى في علامه اكبر او اصغر او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي، لكن طريقه الحل تبقى هي. يعني انا اول خطوه هودي دي بعكس الاشاره اهو بنفس الطريقه، 2 اكس اقل من 7 زائد 3، يبقى 2 اكس اقل من 10 على الاثنين تبقى اكس اقل من 5. هو عايز بقى مجموعه الحل في ان دي هي الاعداد الطبيعيه اللي بتبدا من اول صفر، فهو عايز الاصغر من 5 في ان، يبقى هنقول 0 1 2 3 4. هنا برضو بنفس الطريقة بس خلي بالك عشان دي سالب 3 اكس، السبعة دي اشارتها هنا موجب اهي، دي موجب هتروح بالسالب، يبقى سالب 3 اكس اكبر من سالب 5 ناقص 7، لان السبعة هنا موجب بس موجب في بداية الكلام ما بتكتبش. بعد كده سالب 3 اكس اكبر من سالب 12، هنقسم على سالب 3. ولو فاكر في الاختيارات من شوية كنت بقول لك لما بتلاقي سالب بنغير العلامة لو فاكر، و12 على 3 فيها الأربعة، يبقى إكس أقل من 4. هو عايز مجموعة الحل في زد، يبقى عند حضرتك أدي الزيرو وأدي 1 2 3، وهنا هيبقى عندك سالب 1 سالب 2 إلى ما لا نهاية.
ليه طب كتبتها؟ ممكن تكتبها بالشكل ده لو مش عاجبك الطريقة اللي أنا كتبت بيها أهو، ممكن تقول إيه 3 2 1 0 -1 -2 إلى ما لا نهاية، عشان لسه في أرقام تانية كتير. المنظر ده من المعادلات أنا قلت لحضرتك عشان تريح نفسك من القصة والحدوتة دي عشان ما تقعدش توجع دماغك كتير. قلت لك إنك بتحط العلامة في النص أهي، بتنزل حاجة اسمها الطرفين وتعكس إشارة الوسطين. بمعنى ده اسمه طرف وده اسمه طرف، بينزل زي ما هو أهو، زي ما هو في مكانه أهو. اللي في النص دول بقى بنوديهم بعكس الإشارة. يعني دي 3 إكس هتبقى سالب 3 إكس، دي سالب 2 تبقى هنا موجب 2. يبقى حط الطرفين اعكس إشارة الوسطين تتحل معاك المسألة. هنا طبعا دي جنبها 1 فتطلع سالب 2 إكس أقل من أو تساوي 9. هقسم على سالب 2 فتطلع مع حضرتك الإجابة سالب 9 على 2. بس احنا اتفقنا لما بنقسم على سالب علامة بتتغير. طيب طلعنا الإجابة زي الفل. هو عايز الإجابة في كيو ما ينفعش تحط لها أرقام، لازم تكتبها كده إكس حيث إكس تنتمي لكيو. بعد كده تحط آخر إجابة جاوبتها. طب ليه يا مستر ما بنعملش كيو زي زد وان؟ لأن كيو هي عبارة عن الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة والكسور، فأي عدد ما بينه وما بين العدد الآخر عدد لا نهائي من الأرقام العشرية، وبالتالي احفظها زي ما قلت لك. الان هي الأعداد الطبيعية اللي هي بتبدأ من صفر إلى ما لا نهاية موجب بس، والزد اللي هي فيها صفر وموجب وسالب. أما كيو لازم تكتبها بالصورة دي. طيب كلام جميل وزي الفل. السؤال اللي بعده من الاسئله بقى اللي هي بتاعه ضرب المقادير والحدود الجبريه. يقول لك اوجد مساحه المستطيل. عند حضرتك اهو قانون مساحه المستطيل بيساوي الطول في العرض. طيب ما عند حضرتك اهو الطول ب 2 اكس، اضربه في العرض اللي هو 3 اكس زائد 4. يلا ما انا علمتك بتضرب ده ازاي، مفيش مشكله هنضرب ده مره هنا ومره هنا. 2 في 3 ب 6 اكس اس 2 عشان اكس في اكس. طب 2 في 4 ب 8 اكس. كده حضرتك ضربت الدنيا والدنيا زي الفل. بعد كده بيقول لك اكس ب 2، يلا شيل كل اكس وحط 2 عوض يلا عن كل اكس ب 2 فتبقى 6 في 2 اس 2 زائد 8 في 2. وبعد كده بتروح تحسب حساباتك دي بالآلة وخلاص. تعال نحسبها. دي كده ب 24 ودي كده ب 16، اجمعهم يبقى كده الإجابة في الآخر هتبقى 40. يا إما حط ده كل ده على الآلة على طول كده أهو زي ما هو كده على الآلة يطلع لك 40 على طول. مفيش أي مشكلة في الطريقة اللي أنت هتستخدمها للحل، المهم إنك توصل للإجابة النهائية. السؤال اللي بعديه نفس الكلام. هنا بيقول لك اختصر لأبسط صورة، تضرب ده وتضرب ده وبعد كده تجمع اللي شبه بعض. تضرب ده مرة هنا ومرة هنا يبقى 3 إكس أس 2. 3 اكس في 1 ب 3 اكس. بعد كده يضرب ده مره هنا ومره هنا. سالب 2 في اكس بسالب 2 اكس. سالب في سالب بموجب. 2 في 5 ب 10. كده انت فكيت الدنيا والدنيا زي الفل. جمع بقى اللي شبه بعض. دي هتنزل زي ما هي ودي برضو زي ما هي. 3 اكس ناقص 2 اكس هيدينا موجب اكس. بس دول بقى ما لهمش اجابه، هو ما قاليش طلع الناتج، خلاص خلصت المساله. السؤال اللي بعديه نفس الكلام. احنا قلنا هنفك القوس ده الاول. ليه قوسين اهم؟ A ناقص B، A زائد B. يلا هنفك دي ازاي؟ قلنا بنفك قوسين زي بعض بالظبط. يلا قلنا اول في اول سيب مسافه، تاني في تاني، بعد كده طرفين وسطين. يلا بينا اهو. A في A اس 2 سالب في سالب بموجب، B في B ب B اس 2. كده احنا عملنا ايه؟ ضربنا الاول في الاول والتاني في التاني والدنيا زي الفل. بعد كده قلنا بنعمل الطرفين والوسطين يبقى سالب AB وبرده سالب AB. خلاص احنا كده فكينا الجزئيه دي. طيب بعد كده هتتبسط هتبقى A تربيع ودي هتبقى موجب B تربيع. اعمل دول مع بعض يبقى سالب 2 AB. كده حضرتك انت فكيت الجزء ده بس، يعني كل اللي انا عملته ده هو فكت الجزء ده بس. طيب تعالى نفك الجزء ده. لو انت فاكر قلت لك ان دول اسمهم توأم. طب انت بتعرفهم منين؟ قال لي والله بضرب ده هو ده وده هو ده مع اختلاف الاشاره. يبقى من حقي شايف السالب ده اهو زي ما هو اهو. انا كده فكيت اول قوس. هفك القوس ده اهو، ركز بقى معايا. هنضرب ايه في ايه بايه تربيع. سالب في موجب بسالب وبي في بي ببي تربيع. تعالى بقى نطرح ده من ده.
لما نطرح ده من ده، دي هتطير مع دي، وبي تربيع هتطير مع بي تربيع، لا سالب في سالب بموجب، هيبقى كده الإجابة سالب 2 اي بي وموجب 2 بي تربيع. يبقى أنا عملت إيه تاني؟ فكينا القوس أهي، الحتة دي تاني أهي، بعيدها لك تاني أهي واحدة واحدة. فكينا القوس ده إزاي؟ قلنا إيه في إيه بإيه تربيع، سالب في سالب بموجب، بي في بي ببي تربيع، ناقص فنضرب الطرفين والوسطين ونجمعهم يبقى سالب 2 اي بي اهي. ده كده فكت القوس الاولاني بس. بعد كده فكت القوس الثاني اهو، ايه في ايه بايه تربيع وسالب في موجب بسالب وبي في بي ببي تربيع. حضرتك بقى هتعمل ايه؟ دي طارت مع دي عشان بي بينهم سالب. بعد كده سالب في سالب بموجب يعني محقق مع دول، فهتبقى الاجابه كده سالب 2 اي بي زائد 2 بي تربيع. دي الشكل النهائي للإجابة ليختصر لأبسط صورة للسؤال ده. طيب المسألة اللي بعديها برضو بيقول لك يوجد في أبسط صورة، والسؤال ده برضو مهم جدا. مش دول كده يعتبروا توأم أهو، مفيش مشكلة، ليه نفس الحاجة بس اختلاف إشارة. هنضرب إيه في إيه بإيه تربيع سالب في موجب بسالب 3 في 3 ب9. طب ودي هتنزل زي ما هي، فمن حق أطير دي مع دي، فكده اتبقى لي إيه تربيع. ده الاختصار. بيقول لك اوجد الناتج عندما ايه بسالب 2، حط له مكان الايه سالب 2 تطلع 4. بس مسألة حلوة ومهمة جدا. السؤال اللي بعده نفس الحدوتة اللي اتعملت من شوية. احنا قلنا ده بيتفك القوسين هما بالظبط اهو، 2 ان ناقص 1 2 ان ناقص 1. يلا بقى كده بالراحة اضربها معايا واحدة واحدة. ها، أول في أول يبقى 4 ان أس 2، سيب مسافة التاني في التاني موجب 1 سالب في سالب بموجب. بعد كده قلنا بنخرج الطرفين والوسطين ونجمعهم. لما تضرب الطرفين هيبقى سالب 2 ان والوسطين برضو سالب 2 ان. لما تيجي تجمع دول هتبقى 4 ان أس 2 ناقص 4 ان زائد 1. كده أنا خلصت الفكة في القوس الأولاني، كان نحط ناقص هي زي ما هي. تعالى بقى نفك ده، قلنا دول اسمهم توأم عشان هو مع اختلاف الإشارة. هنضرب الأول في الأول الثاني في الثاني بس من غير طرفين ووسطين. 2 ان في 2 ان قلنا ب 4 ان أس 2 موجب في سالب بسالب، 1 في 1 بواحد. كده الدنيا زي الفل. تعالى نطرح بقى كده بسم الله، دي هتطير مع دي ودي هتنزل زي ما هي سالب 4 ان، وقلنا 1 ناقص سالب 1 يديني موجب 2. هل السؤال خلص؟ لا، ده بيقول لك هات الناتج عندما ان بسالب 3. حط مكان الان سالب 3 يبقى سالب 4 مضروبه في سالب 3 زائد 2. طلع بقى الناتج النهائي، هيطلع 3 في 4 ب 12 و2 يبقى 14، يبقى الاجابه النهائيه 14. السؤال اللي بعده نفس الإجابة، مربع طول ضلعه. احنا قلنا مساحة المربع طول الضلع في نفسه اهو، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. فين طول الضلع؟ اللي هو المقدار ده اللي هو اكس زائد 3، هنروح نضربه في نفسه. وانا لسه عايد لك الموضوع ده اكتر من مرة. يلا قلنا بنضرب الاول في الاول نسيب مسافة، التاني في التاني، بعد كده طرفين ووسطين. يلا اكس في اكس باكس اس 2 موجب في موجب بموجب، 3 في 3 ب9. بعد كده هنعمل الطرفين والوسطين، هيطلع موجب 3 اكس وموجب 3 اكس، لما تجمعهم هيبقى اكس تربيع زائد 6 اكس زائد 9. كده انت زي الشاطر فكيت القوسين اهو، جبت مساحه المربع. هو عايز بقى احط مكان الاكس كام؟ حط مكان الاكس 7. يلا نحط مكان الاكس 7، يبقى 7 تربيع زائد 6 في 7 زائد 9. بعد كده حضرتك تروح حاططها على الآلة وتطلع الإجابة. تعال نطلع الإجابة مع بعض. 7 تربيع 7 تربيع زائد 6 في 7 زائد 9 تطلع 100. يلا بينا السؤال اللي بعده. نفس الكلام، دي مسألة القسمة بس دي قسمة عادية عشان بتقسم مقدار على حد، دي قسمة عادية فوق 3 حدود، يبقى هتقسمها كده 3 شرط كسر. ادي موجب ادي سالب، المقام سالب 6 اكس سالب 6 اكس سالب 6 اكس. يلا فك اللي فوق اهو، 18 اكس اس 3 12 اكس اس 2 6 اكس. قلنا بنقسم المعاملات ونطرح الاسس، تبقى كده الاجابه سالب 3 اكس تربيع، وهنا هتبقى سالب 2 اكس،
وهنا هتبقى موجب 1 عشان هنا عندك سالب بسالب بموجب وسالب في موجب بسالب. طيب هنا نفس الكلام 1 2 3 يبقى تقسم 3 شرط كسرهم ادي الموجب ادي السالب تحت 5 AB 5 AB 5 AB. طب واللي فوق 25 AB تربيع 10 A تربيع B 15 A تربيع B. هنقسم المعاملات ونطرح الأس. اقسم دول على بعض دي 5 ال A راحت يتبقى B 10 على 5 فيها الاتنين ال B راحت يتبقى A 15 على 5 فيها التلاتة AB ودي الإجابة النهائية. السؤال اللي بعده مسألة برضو من مسائل القسمة العادية بعايز البعد الآخر أو البعد الآخر بيساوي المساحة على البعد المعلوم. وانا لسه جايب لك على فكره القانون ده من شويه لما قلت العرض بيساوي مساحه على الطول. طيب تعالى بقى نقسم يلا عدهم 1 2 3 اهو دي 1 2 3 بينهم موجب تحت هنحط دي اللي هي 4 اكس تربيع 4 اكس تربيع 4 اكس تربيع واللي فوق 4 اكس اس 4 8 اكس اس 3 12 اكس اس 2. ركز بقى يلا نحل اللي بعديها. دي هتبقى 1 ما بتكتبش باكس اس 2 بنطرح الاسس 8 على 4 فيها الاتنين اكس 12 على 4 فيها 3 ودي راحت مع بعضها بس خلصت المسألة على كده. السؤال اللي بعديه بدأنا بقى الاختبارات كده يا صديقي. احنا الحمد لله بفضل الله يعني خلصنا المراجعة بتاعتنا. هديك بقى انا بقى دلوقتي اختبارين بعون الله مش هيخرج منهم من الامتحان. تبدأ بقى حضرتك تحلهم في اي حاجة ابعت لي على طول. ادي السؤال الاول ابدأ بقى كده خد سكرين شوت بتاعك هتلاقي والله نفس الافكار دي اتحلت في بدايه الفيديو. فلو في حاجه وقفت معاك ابدا انت شوفها او ابعت لي على طول اتنين برد عليك. السؤال الثاني طبعا الاسئله بترتيب الاسئله اللي انت ان شاء الله هتشوفها في الامتحان بامر الله. طبعا ممكن تلاقي اختلاف ارقام لكن نفس الفكره باذن الله تعالى. ادي السؤال السابع اهو السؤال الثامن اهو السؤال التاسع و9 كده اختر. وادي الاسئله المقاليه اهو مكتوب بالصيغه العلميه. السؤال الثالث مقالي السؤال الرابع مقالي السؤال الخامس مقالي السؤال السادس السؤال السابع. كده يبقى انت كده اهو الامتحان على هيئه الامتحان بالظبط اللي هم 9 اختر و7 مقالي. اختبار الثاني ادي اول سؤال. السؤال الثاني تاخد سكرين شوت بقى يلا عشان تقعد تحل مع نفسك. السؤال الثالث السؤال الرابع نفس الكلام. السؤال الخامس السؤال السادس السابع الثامن التاسع. كده دي اختر. بعد كده عندك بقى المقالي. اول سؤال اهو السؤال الاول قلنا بيبقى فيه 7 مقالي ادي الثاني الثالث الرابع الخامس طبعا كل الحاجات دي لسه شرحناها دلوقتي السادس وادي اخر سؤال معانا. وبكده يا صديقي نكون الحمد لله بفضل الله خلصنا مراجعة شهر مارس للصف الأول الإعدادي. أتمنى من الجميع أتمنى من الله التوفيق للجميع وأشوفكم على خير في مراجعة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.